أبشع لحم لحم الآق، وأبشع زلمة اللي بيحلف بالطلاق، وأبشع مرة اللي بتطر بالصقاق. والله صدقت نانتك. أبو عبيد ما في أبشع من المرة الطرارة، ببقى بيتها ماشي طبخة ما عنده، ولادها فلتانين بالصقية، كله ما بهم بس ما يطفى لقة. منيح انت مالك هالسوسه. ايه حمود الله ألف مرة عندك مرة مثلي بتطول لك عمرك، عشاني قالت نانتي 3 بطولوا العمر، الدار الوسيعة والفرس السريعة والمرة المطيعة. الله يديمك الهي، يلا اتركيني اكمل شغلي. كمان قالت نانتي بنت الرجال عانت واستعانت، وبنت الأندال حطت راسها ونامت، نومات في السوق إلهي. الله يبعد عني هيك شكال. الله يبعدهم عنك، ليش في نية تجدد لك يا ايش اجدد واهوي؟ حدا عنده مرة منظومة ومركنة مثلك وعنده دفتر امثالنا منظومة ومركنة وصابرة، قضيت منك ومن عقلك الصعب شي كتير، شي بنكتب بالجرايد، بس على قولة نانتي بسكوتنا بيضنا بخوتنا. لا بقى، هي شغلة سكوتنا مالك شمي ريحة طاول، والله إذا فتحتي حلقك ما في شي بسكره. طبعا لأنه قالت نانتي دق الباب تسمع الجواب، وقالت كمان اللي بتحطها بالدست تطلع لك بالمغرفة، وقالت على كمان أساس بسكوتنا بيضنا بخوتنا، فينو هذا سكوتنا اللي حكيتي عنه؟ أمرك منطربق على موضوع سكوتنا، بس كل الأحوال إذا راودتك نفسك بيوم من الأيام تتعرس يبقى اعمل بنصيحة نانتي. ايش شو نصيحتنا؟ تكنوريني. قال ليه تاخد الأرملة خدها مشموم، إيش من عملت معها بتقول لك مو مثل المرحوم. لك عجب صحيح هيك أبو عبيد؟ والله ما بعرف، يبقى بعد العمر الطويل بس اتكل وتلاقي مين ياخدك من بعدي بتشوفي حالك اذا بدك تقولي له مالك مثل المرحوم. يي مستحيل أجرحه للزلمة وأخيس بحقه، كفي أخذني خدي مشموم. مسكين هالزلمه اللي على